اليوم هو الانفصالية الإسلاموية، لأنها مشروع ونظرية تخلط السياسة والدين، تبرز من خلالها تجاوزات متكررة لقيم الجمهورية، وتعمل على تكوين مجتمع موازن. وهنالك في هذا الإسلام المتشدد، وهو قلب الموضوع عندنا، نسمي الأشياء بمسمياتها. هنالك إرادة واضحة ومعلنة وتنظيم محكم لمخالفة قوانين الجمهورية وبناء قيم أخرى. الإسلام هو دين يعيش أزمة اليوم في كل أنحاء العالم، ليس في بلدنا فقط. هي أزمة عميقة على علاقة بتوترات بين أصوليات دينية وسياسية، وهو ما نرى أثره في كل مناطق العالم من تشدد عميق جدا. على الحق المبين متحدين ضلال المبطلين، جاهدين أن يسود المسلمون مسلمون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون. في سبيل الله ما أحلى المنون، مسلمون. سائلوا التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا. سائلوه سيجيب المسلمون، مسلمون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون، مسلمون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجباه، نحن بالبتار أدبنا الطغاة، نحن للحق دعاة ورعاة. ذلكم تاريخنا يا سائلون، مسلمون. حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون. في سبيل الله ما أحلى المنون، مسلمون. يا أخي في الشرق أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون. قم نعيد عدل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأبات الفاتحين. شقي الناس بدنيا دون دين، فلنعيدها رحمة للعالمين. لا تقل كيف فإنا مسلمون. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد